جوزي عمل معايا حاجات مفيش واحدة ست تقدر تستحملها. صاحبة القصة بتقول: أنا عندي 34 سنة، متجوزة بقالي 10 سنين من واحد اسمه كريم. كريم ده هو الحب الأول والأخير في حياتي، الراجل اللي كنت بحس إن هو نص التاني، اللي كنت متأكدة إن ربنا رزقني بيه عشان يكون سندي في الدنيا. حياتنا كانت هادية جدا وشكلها مستقر من بره، وكأنها علاقة مثالية مفيش زيها. اللي بيشوفنا من بعيد بيحسدنا ويقول بصوا قد ايه بيحبوا بعض، لكن الحقيقة غير كده خالص. الحقيقة اللي انا ما كنتش شايفاها، او بالاصح ما كنتش عايزة اشوفها. اتربيت في بيت بسيط جدا، وعيلتي مكونة من ابويا وامي واختي الوحيدة سارة. سارة دي اصغر مني ب3 سنين، وكنا قريبين من بعض قوي. كنت بشوفها مش مجرد اخت ليا، لا، دي كانت اكتر من كده بكتير. كانت بنتي الصغيرة اللي انا بحبها وبخاف عليها. كنت بذاكر لها وبلبسها هدومها وهي صغيرة. حتى لما كبرنا كنت بحاول دايما اكون قدوة ليها، خصوصا بعد وفاة جوزها من 3 سنين. بابا كان راجل طيب جدا وبيشتغل موظف في شركة حكومية. حياته كلها كانت لشغله ولبيته. وماما كانت ست بيت شاطرة جدا، وكانت مشغولة في الطبيخ والغسيل ومسؤولياتها بتاعة البيت. عمرنا ما كنا أغنياء، لكننا كنا مرتاحين جدا وعايشين بالستر والرضا. وكنت دايما بحلم ببيت دافي وحياة مستقرة لما اتجوز، بيت أحس فيه بالأمان اللي كنت شايفاه في بيت أهلي. قابلت كريم لأول مرة وأنا عندي 23 سنة. كنت لسه مخلصة الكلية وقتها، وكنت بتدرب في بنك، مكان محترم وكان فيه فرصة كويسة. بس أنا ما كنتش بحب الشغل. كنت بحس إن شغفي أكتر إني أكون زوجة وأم، يكون ليا بيتي وعيلتي الصغيرة اللي أهتم بيها. كريم كان داخل البنك في يوم عادي جدا، وطلب مقابلة مع المدير بخصوص قرض لشركته. لكن اللي حصل إنه قابلني أنا عند الاستقبال. كان عمال يبص علي قوي، وكلامه كان هادي وهو بيتكلم، وكنت حاسة وقتها إن شخصيته مختلفة عن أي حد شفته قبل كده، وافتكر إن هو شد انتباهي من أول ما شفته. عدت الأيام وبعدها كريم بدأ يجي البنك كتير، مش دايما عشان شغله، لكن بحجة أي استفسار أو أوراق. لحد ما في يوم جه وقال لي: أنا معجب بيكي جدا وعاوز أتعرف عليكي أكتر. وقتها اتفاجئت جدا، بس كنت مبسوطة قوي. حسيت إن هو راجل جد ومش جاي يضيع وقت. كان صريح جدا في مشاعره، ما كانش بيحاول يلف ويدور عليا، وده اللي خلاني أهتم بكلامه. بدأت علاقتنا تتطور، وقال لي إن هو عاوز يجي لأهلي علشان يتقدم لي. وبعد 8 شهور من التعارف والخطوبة كتبنا الكتاب واتجوزنا، وبدأت رحلتي الجديدة كزوجة. أول سنة جواز كانت من أجمل أيام حياتي. كنت بحس إن أنا عايشة في فيلم رومانسي. كريم كان بيحبني جدا، دايما كان بيجيب لي هدايا بمناسبة أو من غير مناسبة. كان دايما بيفكر في أبسط حاجة تفرحني ويعملها. كان لو شافني متضايقة كان يحضني من غير ما يسألني مالك. كان بيحب يسمعني ونتكلم في كل حاجة، والأهم من ده كله كنت بحس بالأمان وأنا معاه. حياتنا كانت بسيطة جدا في شقتنا الصغيرة اللي بدأنا فيها. كانت شقة متوضبة على قدنا، لكن بالنسبة لي أنا كانت جنة. كل حاجة فيها كنت مختاراها بحب، وكنت حاسة إن المكان ده هو اللي هشوف فيه أحلى سنين عمري. عدت 2 وخلفت ياسين، وبعدها ب3 سنين جت ملك. ووقتها حسيت إن حياتي خلاص مش ناقصها أي حاجة. عندي بيت وزوج وأولاد. حسيت إني وصلت للي كنت بحلم بيه طول عمري. بعد 6 سنين من جوازي
بدأت ألاحظ إن كريم متغير عليا شوية، بس عادي، تغير عادي ما يخلينيش أشك في أي حاجة، لكن حاجات خلت في مسافة بينا. المسافة دي بدأت تكبر مع الوقت من غير ما نحس. كريم كان دايما بيحكيلي عن يومه في الشغل بالتفصيل، لكن مع الوقت بدأ يختصر في كلامه، ولو جيت سألته كان يومك عامل ايه يقولي عادي كله تمام. في الأول كنت بقول لنفسي عادي طبيعي وكده، ويمكن تعبان أو مشغول، لكن اللي زود شكي أكتر إن هو بدأ يخرج كتير قوي ويسهر بره كتير جدا، وبقى يهتم بلبسه ويستخدم برفانات غالية وحاجات ما كانش مهتم بيها من زمان. لكن رغم كل ده كنت بصدق أي مبرر يقوله. كنت بقول لنفسي يمكن دي فترة وهتعدي، يمكن مضغوط من الشغل أو في حاجة مأثرة عليه. لكن الحقيقة إنه كان بيبعد عني واحدة واحدة وأنا مش واخدة بالي. أنا عمري ما كنت من الست الشكاكة، عمري ما كنت من النوع اللي تفتش في موبايل جوزها أو تراقب تصرفاته. يمكن لأني كنت واثقة فيه ثقة عمياء، أو يمكن لأني كنت بحب كريم بطريقة مخلياني أشوفه دايما ملاك، مش ممكن يغلط أبدا، مش ممكن يخوني. لكن الحقيقة إن أقرب الناس لينا هم اللي بيوجعونا أكتر. في الأول بدأت أحس إن أنا واحدة مش متجوزة. لما كريم اتغير عليا بدأت تحصل منه حاجات كده أنا اعتبرتها إشارات خلتني أحس إن في حاجة غلط بتحصل، حاجة مش قادرة أحددها، لكن حساها بتكبر جوايا يوم بعد يوم. كريم كان دايما بيرجع البيت في ميعاده، يمكن مرة أو مرتين اتأخر ساعة، لكن ده كان قليل جدا، وكان دايما عنده سبب واضح. أول ما أجي أسأله إيه اللي أخرك يقول لي عندي اجتماع أو كان عندي ضغط في الشغل، حاجات طبيعية كنت بصدقها من غير ما أشك. لكن في الفترة الأخيرة بدأ الموضوع يزيد جدا، وبقى يخرج كتير قوي، مش بس في أيام الشغل لكن كمان في الأجازة بتاعته. كان بيقول إن هو عنده مقابلة مهمة أو في شغل لازم يخلصه، فبيروح في الأجازة علشان يخلصه. لكن لما أسأله عن تفاصيل أكتر عن طبيعة الشغل ده أو اللي بيوديك يعني يوم الأجازة، كان بيتوتر ويغير الموضوع أو يرد بأي إجابة كده ملهاش لازمة. في مرة سألته هو الشغل بقى كتير عليك اليومين دول؟ رد بسرعة كأنه حافظ الرد، الدنيا زحمة اليومين دول ولازم أركز أكتر عشان المشاريع الجديدة. الرد كان منطقي، لكن طريقته في الكلام كانت غريبة قوي. كان بيحاول يقفل الموضوع بسرعة، وأنا بدأت أخد بالي من طريقة كلامه. كريم عمره ما كان من النوع اللي بيهتم بنفسه زيادة عن اللزوم. كان شخص عادي بيحب يلبس كويس، لكن مش مبالغ فيه، يعني على قد المناسبات أو الشغل. لكن فجأة بدأ يهتم بنفسه بطريقة ملفتة قوي، بقى يجيب برفانات غالية، بقى يهتم بشعره ودقنه وكأنه عريس جديد. في مرة جيت بسأله كده بهزار، ايه الحلاوة دي يا أستاذ كريم؟ هو انت ناوي تعيد شهر العسل تاني ولا ايه؟ راح ضحك ضحكة كده ومردش عليا، وده كان غريب عليا قوي، لأنه كان دايما بيحب يطمني إن هو بيحبني أو بيهتم بنفسه عشاني. لكن دلوقتي مش بس بيتفادى الأسئلة بتاعتي، ده كمان بقى يغير الموضوع بسرعة وكأنه مش عاوز يتكلم معايا. زمان كنت ممكن أمسك موبايله عادي لو كنت محتاجة أكلم حد، أو حتى لو حد أشوف حاجة على الموبايل. كريم عمره ما كان عنده مشكلة في كده أبدا، كان عادي جدا بالنسبة له. لكن في آخر أيام دي بدأ يحط باسورد جديد على التليفون، ولو مسكت الموبايل لأي سبب، حتى لو كنت بشيله من على السفرة ودخله أوضة النوم، كان بيتوتر جدا. وفي مرة شافني ماسكة موبايله سألني بسرعة انت بتعملي ايه؟ ضحكت وقلت له ايه يا كريم في ايه؟ وانا ماسكة حاجة غلط؟ ضحك ضحكة كده وقال لي لا بس كنت عاوزة حاجة يعني؟ قلت له لا مش عايزة حاجة. الموقف ده عدى، لكن انا فضلت شايلة في قلبي ليه بيتوتر لما يجي يقرب من الموبايل بتاعه. الست مهما كانت واثقة في جوزها بيبقى عندها إحساس ما بيخيبش أبدا، الإحساس اللي بيقول إن في حاجة غلط، في حاجة مش طبيعية، وإن في حد دخل بينا، حد بيشاركني في وقت جوزي، حد بقى موجود في تفكيره،
وأنا بدأت أحس إن المسافة اللي بينا كبرت قوي. حتى وهو موجود في البيت كان دايما بيسرح كتير، كان دايما بعيد عني ومش بيركز معايا زي زمان. كنت بحاول أقنع نفسي وأقول إنها مجرد أفكار مش أكتر. كنت بقعد لوحدي وأقول بقولك إيه، أنت هتفضلي تكبري الموضوع؟ أكيد كريم مستحيل يعمل كده، مستحيل يخونك. لكن رغم كل المحاولات دي قلبي كان بيقول إن في حاجة غلط وإن لازم أعرف الحقيقة بأي تمن. كنت قاعدة في أوضتي بالليل وياسين وملك ناموا والبيت كان هادي قوي. المفروض إن الوقت ده اللي أنام وارتاح فيه، لكن قلبي ما كانش مرتاح. كريم كان في أوضة المكتب بتاعته وكان بيشتغل، أو ده اللي كنت فاكراه، لكن إحساسي اللي كان جوايا بيقولي إن في حاجة غلط، في حاجة مش مفهومة، حاجة بتكبر جوايا يوم بعد يوم ومسببالي قلق جامد قوي. مسكت الموبايل بتاعي وفضلت أقلب فيه بدون هدف، بقيت أتفرج على أي حاجة، وبعدها لقيت نفسي بفتح الواتساب معرفش ليه، بس كنت حاسة إن أنا محتاجة أعرف أي حاجة تهدي النار اللي جوايا. وأنا بقلب لقيت إن كريم جوزي أونلاين فاتح الواتساب، ما كانش بيشتغل. وليه أونلاين في الوقت ده وبيكلم مين في الوقت ده؟ معرفش. حاولت أطرد الأفكار اللي في دماغي دي، لكن غصب عني فضلت أفكر، هل هو مشغول في الشغل فعلا ولا في حد تاني بيكلمه في السر؟ كنت لازم أعرف، كنت محتاجة إجابة. فضلت قاعدة مكاني، موبايله كان محطوط جنبه على المكتب وأنا قاعدة في الصالة. بصيت عليه كده وفكرت اللحظة إني أروح أخد الموبايل وأفتحه، بس كنت عارفة إن هو مقفول ببصمة وشه، يعني مفيش أي فرصة إن أنا أفتحه من غير ما ياخد باله. لكن فجأة حصلت المعجزة، وصلت رسالة جديدة على شاشة الموبايل بتاعته. في جزء من الثانية عيني شافت الرسالة قبل ما تختفي. الرسالة كانت قصيرة لكن دمرتني. الرسالة مكتوب فيها: بحبك يا روحي، هتيجي امتى؟ الدنيا لفت بيا وقلبي وقع في رجلي، حسيت ان انا دخت وصدري ضيق ومش قادرة اتنفس. مين دي اللي بتقوله بحبك؟ لحظة واحدة كانت كفيلة انها تهد كل حاجة جوه قلبي، كل الذكريات وكل السنين اللي كنت فاكرة انها حقيقية. كنت مصدومة ومش قادرة اصدق اللي شفته. عقلي كان بيحاول يلاقي اي تفسير، يمكن يكون حد بيهزر او يمكن تكون غلطة، لكن الحقيقة كانت واضحة قوي. كريم للأسف بيخوني. المصيبة هنا مش في الخيانة نفسها، المصيبة في الرسالة دي. كانت كأنها رد على كلام هو قاله قبلها، يعني مش بس بتحبه، هو كمان بيبادلها نفس المشاعر، نفس الحب، نفس الكلام اللي كان بيقولهولي أنا زمان. معقول بعد ده كله أنا اتبدلت وفي واحدة تانية خدت مكاني؟ جسمي اتجمد ومخي كان خلاص هيقف من التفكير. أنا مش قادرة أوصف إحساس اللحظة دي. أنا كنت غضبانة ودم بيغلي، خلاص أنا كنت متدمرة فعلا. فضلت قاعدة مكاني مش قادرة أتحرك، مش قادرة أخد نفسي. عقلي كان بيصرخ، كان بيقولي اعملي أي حاجة، واجهيه، اسأليه مين دي. لكن جسمي كان متجمد فعلا، مش قادرة أحرك إيدي، حاسة إن إيدي كانت تقيلة وجسمي تقيل قوي، ما بقتش مستوعبة أي حاجة. كان كل اللي شغلني بس إني أعرف مين دي. فضلت قاعدة مكاني وكأن حد كتم على نفسي. كنت عاوزة أقوم واصرخ في وشه، أمسك الموبايل بتاعه وافتحه وواجهه، لكني قررت أعمل حاجة تانية خالص. في اليوم اللي شفت فيه الرسالة ما عرفتش أنام أبدا. فضلت صاحية والدموع بتنزل مني من غير صوت. كنت خايفة واجهه، خايفة أعرف الحقيقة، لكن كان لازم أعرف كل حاجة. كان لازم أوصل للحقيقة بنفسي من غير ما أسأله، من غير حتى ما اديله فرصة إن هو يكذب أو يبرز. والسؤال اللي كان شاغلني وقتها
مين دي اللي بتكلمه؟ مين اللي سرقت مكاني؟ السؤال ده كان زي نار بتاكلني من جوه، مش بس نار الغيرة أو الغضب، دي نار الخيانة والغدر اللي عمري ما كنت أتخيلها إنها تحصل من أقرب إنسان ليا. في اليوم اللي بعده قررت أكون هادية وحاول أتصرف بذكاء شوية بدل ما واجهه. بدأت أراقب كل تحركاته وأشوف هو بيتصرف إزاي، وبدأت ألاحظ حاجات عمري ما كنت بلاحظها قبل كده. بقى يمسك موبايله وقت طويل جدا، حتى وهو في البيت، حتى وهو بيشرب الشاي أو القهوة، حتى وهو قاعد مع الولاد بيبقى دايما ماسك الموبايل وسرحان فيه. بقى يخرج بدري ويرجع متأخر جدا بحجة الشغل والضغط وكده، رغم ان مواعيده زمان كانت مختلفة. بقى يهتم بنفسه كتير أو زيادة عن اللزوم. كريم عمره ما كان بيفكر يشتري برفانات أو يلبس لبس جديد كل شوية، لكن فجأة بقى يهتم بشكله بطريقة غريبة قوي. حتى وهو بيتكلم معايا بقيت أحس إن هو بيسرح، مش بيركز حتى في كلامي، كأنه قاعد مع حد تاني. كل حاجة كانت بتأكد شكوكي، خصوصا بعد الرسالة اللي شفتها، لكن كنت محتاج أعرف مين هي دي. قررت إن أنا أراقب الموبايل بتاعه، وأي فرصة أشوفه فاتح فيها الواتساب كنت بحاول من بعيد كده ألمح هو بيعمل إيه عليه أو بيكلم مين، لحد ما جت اللحظة اللي فعلا كنت مستنياها. كان في الحمام ساعتها وموبايله كان على الترابيزة، الشاشة بتاعته كانت منورة، جات له رسالة جديدة. قلبي بدأ يدق بسرعة، قربت بسرعة علشان أشوف الاسم. كان مكتوب في الرسالة: حبيبي وحشتني، هتيجي امتى بقى؟ حبيبي ومين دي اللي بتقوله كده؟ رحت مسكت الموبايل بتاعه بسرعة ودوست على المحادثة، والشات فتح وبدأت أقرأ. الصدمة اللي موتتني إن اللي بيكلمها دي مش واحدة غريبة عني، كل كلمة قريتها بينهم كانت بتقطع قلبي. الرسايل كان مكتوب فيها: أنا مش قادرة استنى لحد ما تيجي، وحشتني قوي، أنا حاسة إن يومين في الأسبوع مش كفاية. ورسالة تانية بتقوله: مش عارفة هتحكي لمراتك عني امتى، نفسي نعيش حياتنا بدون خوف. يومين بس في الأسبوع؟ يعني متجوزها رسمي؟ يعني مش مجرد واحدة بيخني معاها كده وبيعمل شات معاها على الواتس وخلاص؟ كريم طلع متجوز عليا. في الوقت ده ايدي كانت بتترعش وقلبي كان هيقف. لكن الكارثة الحقيقية اللي كانت مستنياني لما فضلت أقلب في الشات اللي بينهم وشفت الصور اللي ما بينهم هما الاتنين. أنا اتصدمت صدمة عمري لما شفت صورة أختي معاه. كانت أختي الوحيدة اللي جوزها توفى من 3 سنين. أختي هي اللي خانتني. مستحيل، مش ممكن، أنا ما كنتش مصدقة. أختي اللي كنت بحبها أكتر من نفسي، أختي اللي كنت بخاف عليها، اللي كانت بتنام جنبي وإحنا صغيرين، اللي كانت بتيجي تشتكيلي من أي مشكلة في حياتها، هي اللي كانت على علاقة بجوزي واتجوزته. أختي اللي كنت بحكي لها عن خوفي وعن غيرتي وعن كل حاجة بحس بيها، فجأة بقت هي الزوجة التانية. الخيانة من جوزي وجعتني قوي، لكن الخيانة من أختي قتلتني. حسيت إن أنا انهارت، أنا حرفيا وقعت من طولي، مش قادرة أصدق إني شفته، مش قادرة أستوعب. كان نفسي كل ده يكون كابوس، أصحى منه ولاقي كل حاجة زي ما كانت، لكن لا، للأسف دي الحقيقة اللي حصلت معايا. حقيقة إن جوزي اللي حبيته لسنين طويلة والإنسانة اللي شاركتني دمي خانوني مع بعض. بعد صدمة عمري دي ما كانش عندي رد غير إني أخرج من حياته وأقاطع أختي للأبد. رفعت قضية خلع وخدت عيالي وقررت أكمل حياتي من غيره. يمكن الألم عمره ما هيروح، لكني عرفت قيمة نفسي وعرفت إن الخيانة لما بتيجي من أقرب الناس بتكون أبشع مليون مرة من لما تيجي من حد غريب.
دي كانت رسالة اتبعتت لنا على رسايل صفحة الفيسبوك. لو عندك أي رسالة أو قصة وحابب تعرف آراء الناس فيها ابعتها لنا على رسايل الصفحة وإحنا هنعرضها.